الحل الحقيقي للتضخم هو ايه؟ امتصاص زيادة العملة بالمدخرات، وعمل مشاريع إنتاجية ضخمة بحيث ان الإنتاج يوازن العملة الموجودة. زيادة الإنتاج ده مهم جدا بدون زيادة ساعات العمل، لأنك لو زودت ساعات العمل هتكلف عمالة، وما دام هتكلف وتدفع سواء كان حكومة أو شعب، فزيادة الإنفاق هيساوي تضخم على طول. فالحل الحقيقي لمسألة التضخم هو إنفاق أقل وإنتاج أكثر، ببساطة كده من غير لوغاريتمات ولا تعقيد. حل التضخم وعلاج التضخم إنفاق أقل وإنتاج أكثر. واللي هيساعد على الإنفاق الأقل إيه؟ الادخار، أسهم الادخار، أسهم الاستثمار، إن يبقى فيه مشاريع تاخد الفلوس النايمة من تحت البلاطة وتحولها إلى إنتاج. يعني أنا نفسي أقول حاجة، إن مش عاوزين نحمل الحكومة أخطأنا. دايما إحنا بنيجي باللوم على الحكومة، أي معاناة يقول لك الحكومة النظام، الحكومة النظام. أنا بقول الحكومة هتنجح بينا إحنا إيدين الحكومة ورجلين الحكومة. ما الحكومة هتعمل لوحدها إيه؟ إحنا إيدين الحكومة وإحنا رجلين الحكومة. وإذا كان الجنيه المصري سعره مش تمام، فالسبب إن إحنا مش تمام. الحل إن إحنا لازم نشتغل زي ما شفنا. مسألة عمل وإنتاج هي مش قضية إنشاء ولا قضية مظاهرة ولا قضية هتاف ولا إضرابات ولا أبدا، ده قضية عمل وإنتاج. يعني التلميذ في مدرسته يجتهد، العامل في مصنعه يجتهد، الفلاح في مزرعته يجتهد، كل ده يجتهد عشان يزيد إنتاجه. 47 مليون عقل يشتغلوا يفكروا يجتهدوا يبتكروا يخترعوا، تتحل جميع المشاكل. إنما 47 عقل كسلانين في نوم وخيبة، معناها مجموعها صفر على طول. وهرجع أقول إن الوضع يدعو إلى التفاؤل، وإن في الواقع يعني ما فيش أي سبب لأي تشاؤم، لأن رغم كل شيء فإحنا عايمين على بحر من الثروة. البلد فيها خير كتير. يعني هناخد بس بند الآثار وبند السياحة. أنا عاوز أقول لا تقول أسبانيا ولا إيطاليا ولا أي بلد في الدنيا فيها الآثار ربع ولا 1/10 من الآثار اللي موجودة في مصر. ده مصر فيها الآثار ابتداء من العصر الحجري للعصر الفرعوني للعصر المقدوني للعصر الروماني للعصر القبطي للعصر الإسلامي للفاطمي للعثماني للمملوكي. شيء عجيب خرافي. شواطئ، أجمل شواطئ عندنا، أجمل شواطئ. ده غير الكنوز اللي تحت الأرض واللي تحت البحر واللي تحت رجلينا. إنما المسألة تعوز همة، إن الشباب نفسه يتحول إلى سواعد وإلى همم وإلى عزائم، ويبقى شباب بمعنى شباب. شباب يعني روح، الشباب يعني روح. نفسي أسمع الشباب يلوم نفسه، مش يلوم الحكومة أو يلوم النظام. يوم هسمع شباب بيلوم نفسه ويعتب على نفسه، هعرف إن احنا فعلا ابتدينا نمشي في الطريق الصحيح.